كان فيه رجال ومرة مخطوبين وقريب يتزوجون، قاعدين في مطعم يتكلمون عن المستقبل ويوعدون بعض. فجأة جاهم بياع ورد وعرض عليهم يشترون الرجال. لاحظ ورقة صغيرة معلقة على واحدة من الوردات. من الفضول قرر يشتري وردة، بس قال للبياع إنه محتاج يجيب فكة. لما مشوا الحرمة اتصلت وقالت كل شي لازم يمشي زي ما خططنا بعيد عن المطعم. الرجال سأل بياع الورد عن الورقة. البياع قال له إن المرة نصابة والعجوز اللي تقول أبوها هو حبيبها. أول شي الرجال ما صدق، بس البياع وعده إنه بيثبت له. رجعوا المطعم. المرة قدمت العجوز على إنه أبوها وشكرت خطيبها على مساعدته في العملية. الرجال وقع الشيكة بكل سرور ومشى. أول ما راح العجوز شال القناع، طلع شاب طول الوقت. بياع الورد صور كل شي. الرجال رجع وشاف الفيديو، زعل وواجه المرة. هي استغفرت بس هو قال ما أبي كذابة في حياتي، ومشى في الحقيقة. المرة وأبوها المزعوم كانوا زوجين يخططون يسرقون فلوسه ويهربون، بس خطتهم فشلت. الخير يصير للي ما يغشون الناس. إذا عجبتك القصة سوي لايك للفيديو ولا تنسى تشترك.